أطالب من الشعب المغربي، اسمح لي، ديزولي، سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي، الله يرضى عليكم. أنا عمري ما كنت مغربية، ولكن أنا كنت كنت نمسح روحي فيكم باش نقول بلي أنا مغربية، أنا ماشي جزائرية، باش ما تأيروش الجزائريين بيا أنا. ولكن أنا بكامل قواي العقلية، أنا جولي أون بيرسون شخصيا، ممثلة الأفلام بورنو شخصيا، نتهضر معاكم بلي أنا هي جزائرية، أوكي؟ أنا جزائرية الأصل والجامعة، رحت المغرب وما نعرفش أصلا شو هي المغرب، اوكي؟ هذه هي. سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي، الله يرضى عليكم، سمحوا لي، نكون حاسبه عندي رجال في كتافي، ولكن طلعوا اللي قلنا. سمحوا لي سمحوا لي، الله يرضى عليكم المغاربه، خوتي المغاربه، اقسم بالله لا نموت عليكم. وسقسوا عليا الحراقه لهنايا في لا بلجيك ولا في لا تركي كيفاش وقفت مع خوتي المغاربه. سمحوا لي سمحوا لي، الله يرضى عليكم، موت عليكم، ربي يخليكم يا سلام. انا جزائريه 100%، انا مش مغربيه، انا لست مغربيه، انا جزائريه 100%، موت عليكم. إذا متابعينا الكرام، كما شاهدتم وكما استمعتم، هذا الفيديو هو فقط عينة من حملات التشويه التي يقوم بها نظام حضارات الجزائر باستخدام الجزائريات. هذه جزائرية سميتها جوليا، هي ممثلة إباحية، ممثلة ديال الأفلام الإباحية. كانت دائما خلال الأشهر الماضية كتقول بأنها مغربية، كانت كتطلع في تيك توك وكتقول أنها مغربية وأنها أول مغربية كتدخل لأفلام الإباحية وما إلى ذلك من هذه الأمور. الآن كتخرج وكتعترف بالحقيقة، كتعترف بالحقيقة ديال أنها جزائرية، وأنها كانت كتعمد باش تقول أنها مغربية باش تشوه السمعة ديال المغربيات وديال المغرب. وهذه في حقيقة الأمر متابعينا الكرام هي سياسة الدولة الجزائرية، سياسة النظام الجزائري. وهذه المسألة ديال الأفلام الإباحية ما أكثر الجزائريات فيها، من بينهن بنات الكبرانات ديال النظام الجزائري، بل حتى كاين بنات ديال القياديين في مرتزقة البوليزاريو، من بينهم واحد واقيلا سميتو سلمى شي حاجة ما عرفت شنو، تنسات لي السمية ديالو، حتى هما خدامين في الأفلام الإباحية. وهادو دائما كيحاولوا يدعيو على انهن مغربيات باش يشوهوا السمعه ديال المغرب وباش يشوهوا السمعه ديال المغربيات. هنا باش تعرفوا متابعينا الكرام حجم الحقاره والدناءه والقذاره ديال النظام الجزائري، باش تعرفوا فين وصلت القذاره ديال هذا النظام، لدرجه انه كيصيفط البنات الجزائريات للدعاره حاشاكم اعزكم الله وللتمثيل في الافلام الاباحيه باش يدعيوا على انهن مغربيات. كيتاجر بالشرف ديال الجزائريات باش يشوه السمعه ديال المغرب. واش كاين شي حقاره اكثر من هذا؟ انا اظن ان نتوما الشيطان يجي يتعلم من عندكم، ابليس يجي يتعلم من عندكم، لان التصرفات ديالكم فاقت التصرفات الشيطانيه وفاقت كذلك التصرفات الحيوانيه، باش توصل بكم الدرجه ديال انكم تصيفطوا الخانزات ديالكم، قليلات الادب ديالكم اللي ما مربيينش باش يرتكبوا الفاحشه ويلصقوها في المغربيات. هذا ان دل على شيء فهو يدل على المستوى الحقير ديال هذا النظام، نظام حضارات الجزائر الذي يعمل ليل نهار من اجل تشويه سمعه المغرب، وليس فقط بهكذا تصرفات وإنما بالكذب والتزوير والفبركة والدعاية والبروباغندا وما إلى ذلك. هذه الحقيقة أن النظام الجزائري ما عندوش مشكل أنه يتاجر بالجزائريات، يصيفطهم للدعارة، يصيفطهم للأفلام الإباحية، يصيفطهم لكذا باش يدعوا على أنهن مغربيات. يلا هذه أيام قليلة على ما أعتقد كانت واحد ممثلة إباحية جزائرية، ما عرفتش واش هي هذه اللي بانت في الفيديو ولا شي وحده اخرى، مشات عاوتاني في شوارع باريس، لبست القميص ديال المنتخب المغربي واللباس ديالها شويه لباس فادح ما فيه ما يتشاف، وجالسه كتصور بهذاك القميص ديال المنتخب المغربي. بالله عليكم متابعينا الكرام، واش النظام اللي كيوصل به لحد انه يستخدم البنات ديالو بهذه الطريقه، واش بالله عليكم هذا النظام غادي ينتصر علينا؟ بالله عليكم واش هذا النظام غادي ينتصر علينا؟ واش هذا النظام غادي يوفقوا ربي في انه ينتصر علينا؟ وهادشي كامل باش تجي وكالة الانباء الجزائريه وتجي الاذاعه الرسميه الجزائريه باش تسب وتعاير وتشتم
في الاعراض ديال المغاربه والمغربيات. ولكن سبحان الله العظيم كيفاش دائما الحقيقه كتبان. ربي دائما كيبغي يفضحكم. وهي جوليا هذه على لسانها هي اللي قالت بكامل قواي العقليه كنقول بانني كنت ادعي على انني مغربيه باش نشوه المغربيات وباش نشوه المغرب. طبعا الحال السؤال علاش خرجت واعترفت هذاك الشغل هذا ما كيهمنيش. اللي كيهمني هو انها اعترفت بالحقيقه، مع العلم ان الحقيقه كانت باينه شحال هذه، لكن مزيان انها تخرج وتعترف وتقول وتبين الوجه الحقيقي ديال الجزائريات، ديال نظام حضارات الجزائر اللي ما عندوش مشكل انه يتاجر بالجزائريات، ما عندوش مشكل ان الجزائريات يمشيو يمثلوا في افلام الدعاره باش انهم يحاولوا يشوهوا المغرب، يدعوا على انهن مغربيات وهكذا. وبطبيعه الحال النظام اللي عنده دعاره مقننه في الجزائر هذه التصرفات عاديه بالنسبه له. النظام اللي عنده دعاره مقننه في السكنات العسكريه وفي القواعد العسكريه مسميها انيطه، تصرفات عاديه بالنسبه له. النظام اللي عنده فيلاج اللفت وما جاورها من الاحياء ديال الدعاره والبيوت المرخصه ديال الدعاره في العاصمه الجزائريه وهران وغير ذلك، تصرفات بالنسبه له عاديه، لكن كيحاول يستغلها باش يشوه السمعه ديال المغرب وديال المغربيات. ولكن سبحان الله كيفاش كيفضحكم على لسانكم انتم، على لسانكم انتم. كيف ما خرجت هذه وفضحاتكم تقلبات عليكم وقالت الحقيقه، دائما انتم كتوصل لواحد النقطه، كتوصلوا لواحد اللحظه اللي كتبان فيها الحقيقه. والحقيقه دائما نراها على ان هذا النظام نظام حقير. والحقيقه دائما تقول على ان كاع هذوك الاتهامات القذره اللي كنشوفوها في وكاله الانباء الجزائريه وفي الاذاعه الجزائريه وما الى ذلك، هي في الحقيقه ممارسات تمارس داخل الجزائر وداخل النظام الجزائري. لانه فاش كنسمعوا بان ولد شنقريحه مشى تزوج فرنسي وهرب لفرنسا، هذا ما تسناش منهم الاخلاق. فاش تسمع بان رئيس الجمهوريه كيقول لك الكاسيدور وطاطختك، هذو ما تسناش منهم اخلاق. الا كانوا هذو اعلى الهرم ديال السلطه واصله بهم الحال لهذا الدرجه، فما نتسناوش الاخلاق من هذو، لا من النظام ولا من الشعب، لا من النظام ولا من الشعب. هذو راه فايتين حديقه الحيوانات، فاتوا. انا كنقول بان حديقه الحيوانات منظمه ونقيه وفيها النظام وفيها كل واحد شاد بلاصتو، كل واحد عطى الثقه لراسو، كل حيوان عطى الثقه للحيوان الاخر. هادو لا، هادو زريبه حضيره. وهذه هي الحقيقه. متابعينا الكرام خليوا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم حول هذا الموضوع. الحقيقه دائما كتظهر، والكذوب ما عمرهم ما كيطولوا، الكذوب ما عمرهم ما كيبقاو ديما كتوصل لواحد النقطه وكتفضح الكذوب وكتفضحوا الاكاذيب. متابعينا الكرام نشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.